في مفاجأة كبيرة في كأس الأمم الأفريقية، منتخب مصر يتعادل مع موزمبيق 2-2. مباراة كارثية لمنتخب مصر رغم البداية الجيدة. أول 3 دقايق بتجيب هدف رائع عن طريق مصطفى محمد بعد عرضية محمد حمدي، بعد كده ارجع للخلف، العب كورة عشوائية، العب كورة سيئة جدا جدا، العب كورة ملهاش علاقة بالكورة، العب برعونة، العب بعشوائية، ضياع فرص كتيرة لمنتخب مصر الشوط الأول، واحدة مصطفى محمد، واحدة زيزو، واحدة تريزيجيه في العارضة، ثم بعد ذلك رجوع للخلف، وبدأ فريق موزمبيق ومنتخب موزمبيق يلعب كورة. والباكات عندك أسوأ ما يكون النهارده، محمد هاني ومحمد حمدي، مباراة كارثية استغلها موزمبيق بشكل هايل جدا، ولكن تألق الشناوي بيحرم موزمبيق من هدف في الشوط الأولاني. الشوط الثاني بننزل واقفين، ينزل موزمبيق ضاغط بشكل كبير، وتظهر مشاكل خط الدفاع. محمد عبد المنعم كوره بعد ما اتلعبت بالعرض، محمد عبد المنعم بيفشل انه يطلع مع المهاجم، والراجل بيطلع يلعبها باريحيه كبيره جدا على يمين الشناوي، ثم بعدها بالدقيقه عبد المنعم ايضا بيبيع نفسه، والراجل يدخل يرقص حجازي ويجيب الهدف الثاني وسط فرجه كل لعيبه منتخب مصر على لعيبه موزمبيق وهم بيفرحوا. ثم بعد ذلك يبدا فيتوريا يعمل تغييرات ويبدا الامور تتحسن. لا بالعكس، الامور زادت عشوائيه وكورة. يمكن عمر كمال فرق شويه دفاعيا وهجوميا لما نزل، وبدا المنتخب يلعب كوره، بدا يحصل عرضيات مظبوطه شويه، لحد اما الفار ينقذ منتخب مصر بعد تدخل رائع من مصطفى محمد. المدافع يحط رجله ويجيب ضربه جزاء لمصر بعد الرجوع للفار عشان يتعادل محمد صلاح لمنتخب مصر في اللحظات الاخيره. الراجل الوحيد اللي ظهر بشكل جيد النهارده هو مصطفى محمد، غير كده كل لعيبه مصر كانوا خارج نطاق الخدمه. مصر خدت نقطه هتفيدها فيما بعد في الترتيب فقط لا غير.